السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. ايه رايكم؟ وصفه النهارده هيكون عن تفريز الملوخيه. يلا بقى، موجوده متوفره في السوق، نفرزها بكميه وفيره عشان ناكل بقى منها براحتنا زي ما انتم شايفين. طبعا انا بجيب الملوخيه الوسط، اللي هي ورقتها مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، زي ما انتم شايفين جميل جدا وطازه وفريش ما شاء الله. شايفين الجمال؟ يلا بقى، مادام وصلت للفيديو ده، اتمنى بقى لو اول مره تشوفوني، انا وفاء امين ودي قناتي، واتمنى بقى لايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه مبدئيا بجيب الملوخيه، انا زي ما قلت اللي بجيب الملوخيه الوسط، مش بجيب الكبيره يا جماعه خالص، بتبقى مسكره الصغيره بصراحه. وزي ما انتم شايفين بقرطفها اولا، زي ما انتم شايفين، لكن باخد حته كده من العود بتاعها، هو ده اللي بيعمل المطه او بتاعه الملوخيه، وكمان بيخلي الملوخيه مسكره زي ما انتم شايفين. اهو بقطع طبعا الورقة بالنص العود بتاعها من تحت زي ما انتم شايفين اهو. وكمان لما بقرطفها بغسلها كويس جدا. طبعا بنشيلها من المية تماما، انا مش بغسلها وبصفي يعني بصفيها، لا، لازم احطها في كذا طبق فيه مية وبشيلها بايدي واحطها في المصفية، وهكذا وهكذا لغاية ما تبقى المية بتاعتها بيضة وبتنزل الترابة بتاعتها واي شوائب فيها. وكمان بقطع العنقود اللي في النص ده زي الوردة زي ما قلت لكم كده اهو. بقطع الوردة اللي في النص دي بالعود بتاعها، هو ده اللي بيعمل العرق بتاع الملوخية. ولما بغسلها كذا مرة زي ما انتم شايفين، حطيتها بقى في المصفاية ومحضرة مية بقى، حطاها على النار، مية سخنة طبعا في الحلة. بس قبل ما تسخن بقى المية تماما، قبل ما تسخن لازم انزل بقى بمعلقة كده متوسطة من البيكربوناتو بتاعت الطعمية قبل ما تسخن المية، لان لو سخنت المية هتلاقيها فارت معاكي. وكمان معلقة زيها كده من السكر، وبقلب الكلام ده كله وبنزل بقى بكمية الملوخية شوية بشوية لغاية ما اخلص الكمية. طبعا انا محضرة مية متلجة جنبي، فبسيبها تاخد غلوة بسيطة وبشيلها بقى من المية السخنة على المية المتلجة. بصراحة الطريقة دي في التفريز بتحتفظ بلونها لغاية آخر كيس مفرزينه في الفريزر، بتبقى لونها حكاية وتحفة وأخضر، بجد جميلة جدا. الطريقة دي عجبتني زي ما انتوا شايفين. وبطلعها على طول من المية السخنة للمية الباردة زي ما انتوا شايفين. وبعد كده طلعتها من المية الباردة، حطيتها، وممكن مش هحتاج منها مية ولا حاجة، لان هي طبعا اوريدي فيها نازلة يعني في الطبق زي ما انتوا شايفين فيها شوية سوائل. وبحطها في الخلاط او الكبة، انا بحب ان انا افرمها في الخلاط بصراحة. وزي ما انتوا شايفين لونها جميل ازاي، اخضر جميل جدا، تحفة بجد. شايفين الجمال؟ وهكذا لغايه ما بخلص الكميه كلها. لو احتاجت بقى ميه معانا ممكن تحطي لها ربع كوبايه من الميه المتلجه زي ما انتوا شايفين، وبحطها بقى في الاكياس على قد بقى الكميه اللي هنطبخها زي ما انتوا شايفين. بصراحه جميله جدا، وحطيتها بقى زي ما انتوا شايفين. يا رب تكون الطريقه عجبتكم. لو عجبكم بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، واهم حاجه دوسي على زر الكل عشان يوصلكم كل جديد بنزله ان شاء الله. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.